شايف اللي قدامك في الفيديو اللي الحمام بيتخانق وهيتجنن عليه ده؟ بس قبل ما أقولك إيه ده، يا ريت تعمل لايك ومتابعة لو أول مرة تشوفنا، وصلي على سيدنا محمد. اللي قدامك ده اسمه التحديق أو التمليح، هو أحد أهم أساسيات تربية الحمام الصحيحة. ورغم بساطته إلا أن تأثيره كبير على صحة الطائر ونشاطه. جميع أنواع الطيور وخاصة الحمام تحتاج إلى عناصر لبناء الجسم وتكوين الريش وقشور البيض والعظام، والمساعدة على الهضم وزيادة المناعة لمقاومة الأمراض. وهذه المكونات يحصل عليها الحمام من الطبيعة، ولكن تربية الحمام المحبوس تحتاج إلى تعويض الطائر عن فقده لهذه العناصر. ولذلك يقوم الغواة بعمل خلطة التحديق أو شراؤها جاهزة من محلات مستلزمات الطيور وتقديمها للحمام. مكونات خلطة التحديق تختلف من غاو إلى آخر ومن شركة إنتاج إلى أخرى، ولكن بعض الغواة يقومون بصناعتها بأيديهم لتقليل التكلفة، نظراً لأن الطيور تستهلك منها كميات كبيرة. والمكونات التي أستخدمها أنا بشكل خاص أعرضها لحضراتكم على النحو التالي: طوب أبيض مجروش، طوب أحمر مجروش، طمي زراعي، رمل صدف بحر أو قشر بيض مدشوش ومتحمص على النار، ويضاف له خل وملح لقتل الميكروبات والبكتيريا، ملح طعام، فحم مجروش، جير مطفأ، أملاح معدنية، وبعض الغواة يضيفون له بذور الطاقة. يفضل أن يكون متوفراً دائماً في الغية أو السلاكة أمام الحمام، وفي بعض الأحيان يضاف إلى الكلفة. في الختام، تعتبر خلطة التحديق ضرورية لصحة الحمام وتحسين إنتاجه، لذا يجب تقديمها بانتظام لضمان أفضل النتائج. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وسيب لي استفسارك في الكومنتات وأنا هرد عليك إن شاء الله.